هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأعزاء، مساء الخير وأهلا بكم في ساعة المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 14 من مارس. أنا أمال علي أحييكم وأرحب بكم وأبدأ معكم بنشرة للأخبار. أقدم لكم بعد ذلك تعليق المنتدى بعنوان وزير جديد لوزارة قديمة. يأتي بعد ذلك الزميل جمال عثمان همد ليقدم لنا فقرته بعنوان ما الجديد في وزارة الإعلام التضليل الإريتري. بعد ذلك اخترت لكم مقالا من عدوليس بقلم الزميل أحمد الحاج وبعنوان 40 عاما ولا زال الجرح ينزف يا أغردات. أتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم. سمعك تم مرئيك تم وبسمعك تم من تتهاجى أبوك إنكم تم تم زمن أكوي علينا وفتح أنا بوحكم وعبايد اللي يهو إيتت أزم وعبايد اللي يهو إيتت أزم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم أنا لا توي أزم وعفويا يلقم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم باسر وتساقم نية الشعب قد تتمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل دي بحمم طيور قبوة حوالي الأزم قبيل دي بحمم حرب دي بحرب كفينا كفينا ينقب تجارب من حرب دي بحرب كفينا كفينا ينقب تجارب من ظلم دي بظلم كفينا كفينا ينقبر دي بحلم سوبوا لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم سوبوا لك الكراسي والدلاق الكرسي حلم سميتوا انكري قبيلنا لزلم إريتريا لتلم سميتوا انكري قبيلنا لزلم إريتريا لتلم صوت المنتدى.
في نشرة هذا المساء: وفاة كل من المناضل محمد إبراهيم بهتوري والمناضل محمد عمر شاويش من الرعيل الأول. نظام أسمرة يسمي يمان جبر مسقل والمعروف بيمان تشارلي وزيرا للإعلام. والإريترية الشابة سماح سعيد تحرز تقدما علميا عالمي من خلال إطروحتها للدكتوراه. الأخبار بالتفصيل. توفي المناضل الكبير والقائد العسكري البطل من مناضلي الرعيل الأول في الثورة الإريترية المناضل محمد إبراهيم بهدوري. وقد انتقل المناضل بهدوري إلى رحمته تعالى في 11 من مارس الجاري في مدينة كسلا السودانية. انضم المناضل محمد إبراهيم بهدوري إلى صفوف الثورة الإريترية عام 1962 ضمن مجموعة من رفاقه الأبطال الذين التحقوا بركب عواته في المراحل الأولى من انطلاقة الثورة الإريترية. رفع الشهيد بندقيته منذ ذلك الوقت لتكون رفيقه في معارك عدة قادها ضمن جيش التحرير الإريتري، وشغل من خلالها مواقع قيادية عسكرية عدة. عرف المناضل بهدوري بشجاعته وقوة عزيمته وإيمانه وبساطته وكرمه الثوري. أسرة المنتدى ترسل تعازيها إلى أسرة الفقيد الشهيد وإلى الشعب الإريتري. كما توفي المناضل الكبير محمد عمر شاويش في 9 من مارس الجاري بعد صراع طويل مع المرض. ولد الشهيد في عام 1934 في مدينة نقفة. تلقى تعليمه الأولي فيها والتحق بسلك الشرطة الإريترية. اشترك الفقيد بفعالية في انقلاب الشرطة الذي قاده ثم تراجع عنه تل عقبيت، ثم على إثرها تم اعتقاله وسجن في سجن عدخال الشهير. عمل بعد ذلك في شرطة مدينة تسني، حيث ساهم بمد القائد عواته بالمعلومات التي ساهمت في إنقاذه من الأسر، ليلتحق به بعد ذلك. عمل لسنوات طويلة في جهاز الأمن التابع لجبهة التحرير الإريترية في مدينة كسلا حتى تقاعده. رحم الله الفقيد. أسرة المنتدى ترسل بتعازيها إلى أهله وذويه، ألهمهم الصبر والسلوان. في خطوة مثيرة للجدل، أعلن نظام أسمرة عن تعيين يمان جبر مسقل وزيرا للإعلام، وذلك بعد مرور عامين على بقاء هذا المنصب شاغرا إثر تخلي الوزير السابق علي عبدو عن هذا النظام ولجوئه إلى أستراليا. عمل الوزير الجديد يمان جبر مسقل والملقب بيمان تشارلي مديرا لمكتب الرئيس منذ استيلاء الرئيس إسياس أفورقي على السلطة في البلاد قبل أكثر من عقدين من الزمن. عرف عن يمان جبر مسقل ولاءه الشديد لإسياس أفورقي والتزامه المطلق بالدفاع عن سياسات النظام التعسفية وإنكاره للانتهاكات المعلنة والمكشوفة للنظام ضد معارضيه، وخاصة مجموعة 15 الإصلاحية والتي نادت بالإصلاح والتغيير السلمي في إريتريا. وبالرغم من أن هذا قد يبدو امتيازا ومكافأة للسيد يمان جبر مسقل على تفانيه في خدمة النظام، إلا أن المراقبين يرون فيه تقليصا وانتقاصا من صلاحيات يمان ودوره، حيث كان من موقعه كمدير لمكتب رئيس النظام مقربا من إسياس أفورقي يصدر الأوامر والتوجيهات، آمرا ناهيا للعديد من المسؤولين والوزارات ومن ضمنها وزارة الإعلام. فازت الإريترية الشابة سماح سعيد بالجائزة الكبرى لجماعة اختيار الدوائر الإلكترونية، وهي جائزة ماكالوسكي لإطروحات الدكتوراه، وذلك تقديرا لعملها المتميز على إطروحتها للدكتوراه، وهي أول فتاة تفوز بهذه الجائزة التي تمنح من قبل المجلس الفني لتكنولوجيا الاختيارات. وقد خصصت هذه الجائزة لأول مرة في عام 2005 بهدف تعزيز وتشجيع أطروحات الدكتوراه ذات التأثير الأهم. هذا هو تسير عملية التنافس على هذه الجائزة عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى يتنافس المشاركون في 3 مسابقات إقليمية، وقد فازت سماح سعيد في المنافسة الإقليمية على مستوى أمريكا الشمالية. ثم بعد ذلك ينتقل المتنافسون إلى مرحلة المنافسة النهائية على المستوى الدولي. وفي هذه المرحلة تنافست سماح سعيد رأسا برأس مع طلاب من جامعة بيزا من إيطاليا ومن المعهد الوطني للفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات في المكسيك، وتفوقت عليهم جميعا.
ولدت الشابة سماح سعيد في عام 1986 بدولة الكويت. درست فيها مراحلها التعليمية الأولى حتى حصلت على بكالوريوس في العلوم من جامعة الكويت في عام 2008 بامتياز مع مرتبة الشرف، ثم على درجة الماجستير بمرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. أسرة المنتدى تهنئ الدكتورة سماح سعيد بحصولها على شهادة الدكتوراه وفوزها بجائزة عالمية لأفضل الأطروحات ذات التأثير الأهم، وهي فخر للوطن. نهاية النشرة. حرب دي حرب كفينا ينقب تجارب. من حرب دي حرب كفينا ينقب تجارب. من زلم دي زلم كفينا ينقبر دي بحلم. صبور لك بالكراسي والدلاق الكرسي حلم. صبور لك الكراسي والدلاق الكرسي حلم. سميت وانكري قبينا لزلم اريتريا لطلم. سميت وانكري قبينا لزلم اريتريا لطلم. تكفينا كفاءة حديد الذم. مرعيكا تم وسمعك تم. مرعيكا تم وسمعك تم. من تتهاجى أبوك إنكم تم. زمن أقوي علينا وفتح أنا بوحكم. وعبايد اللي يهو إيتت أزم. وعبايد اللي يهو إيتت أزم. انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة. انت ترفع متكارب وانت ترفع أدفارة. شعب ليدين يدو فتحوا ليدي والمراه. وحدة نوس العقبة وشعب لك بقارة. اقسني تتعندون تعندق يهو أباي نفرح. 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 صوت المنتدى. وزير جديد لوزارة قديمة. أثار خبر تعيين السيد يماني جبر مسقل والمعروف بيماني تشارلي كوزير جديد للإعلام التساؤلات في الأوساط الإريترية عن دلالات هذا الحدث، من حيث تسمية السيد يماني وزيرا وما يكمن وراء ذلك. ولكن ما الجديد المثير في مثل هكذا تعيين؟ خاصة أن الرجل يماني شغل منصب مدير مكتب الرئيس إسياس أفورقي منذ صعود الأخير إلى السلطة وإلى الآن. وكيف تدار العملية الإعلامية من حيث تحديد مساراتها وسياساتها في إطار دولة حكم الفرد الواحد؟ إذا ما كان
الإعلام بكافة وسائله يعرف في العالم بأنه السلطة الرابعة، لما له من قوة وتأثير في الرأي العام المحلي والعالمي، فإن الإعلام في إريتريا كان وما زال من أكثر السلطات تحكماً فيها من قبل رئيس نظام أسمر إسياس أفورقي. فوعي إسياس أفورقي بأهمية دور الإعلام العام والعالمي وتأثيره الكبير في صياغة وتحديد مسارات الرأي العام، وكذا في قدرته على التحكم في التمهيد والإعداد لتمرير أجندته السياسية السلطوية مسبقة الإعداد والتخطيط، هذا الوعي لرئيس النظام جعله حريصاً على أن يحكم قبضته وبشكل مستمر وبشدة على هذا الجهاز الفعال، والاستثمار فيه وتحويله إلى إحدى أهم أدواته السلطوية الداعمة لحكمه واستمراره لأكثر من عقدين من الزمن. فكما هو العهد في مرحلة العمل الثوري المسلح للشعب الإريتري، عمل إسياس أفورقي جاهداً على تأسيس إعلام ممنهج ومحكم ساهم بشكل فعال ومرئي ليس في عكس إنجازات التنظيم الذي كان يقوده فحسب، وإنما في إبرازه هو شخصياً كقائد ثوري كبير ومفكر ملهم في الثورة الإريترية، حيث سجل إعلام الجبهة الشعبية حينها إلى جانب توثيقه للإنجازات البطولية للمناضلين الأبطال من أبناء الشعب الإريتري، سجل ووثق لإسياس أفورقي وهو يتحدث بشكل مطول من خلال لقاءات عدة عن المشروع الوطني ومن خلال مشروعه السلطوي المستقبلي، مستنداً على إنجازات المئات من المناضلين والآلاف من الشهداء، سجل له هذه اللقاءات وعلى غفلة من إيمان الشعب الإريتري بقيم ومبادئ وأحلام ثورية حقيقية سيبتلعها هذا الإعلام المزيف لاحقاً. وبعد الإنجاز الأكبر لأبناء الشعب الإريتري في تحرير البلاد وإعلان الاستقلال، كانت وزارة الإعلام مركزاً رئيساً من مراكز الاهتمام الرئاسي للدولة الحديثة الوليدة ولرجالاتها، وعلى رأسهم السيد الرئيس المؤقت للبلاد إسياس أفورقي. فبالرغم من توالي عدد من الشخصيات القيادية في تنظيم الجبهة الشعبية على رأس هذه الوزارة في عملية تجريبية يمارسها رئيس النظام في تعيينه لمن يراه مناسباً لإدارة هذه المؤسسة في تلك المرحلة، وبما يخدم أجندته الخاصة في كل مرحلة من مراحل حكمه. وبغض النظر عن الأسماء التي اعتلت منصب وزير معين معلن أو غير معلن، فإن الإدارة العملية للإعلام كانت وما زالت تدار مباشرة من مكتب الرئيس وبإشراف مباشر ويومي منه، فتحدد البرامج المعمول عليها والأخبار حسب ما يحدده الرئيس، وما على الوزير ورؤساء أقسامه إلى التنفيذ والإشراف على المسائل الفنية والتقنية، دون أن يكون لهم أي دور فعال في رسم السياسات الإعلامية أو حتى الاعتراض أو النقد. كما تحول الكادر الإعلامي إلى أداة تسيرها أهواء الوزير والمتنفذين من المقربين إلى السلطة. وعلى مدى العقود الثلاث أدت سياسات الإعلام التضليلية إلى خلق حالة من الإحباط واليأس، مما أدى بالكثير من الأصوات المنتقدة لسياسات النظام إلى السجن. ولم تتردد البقية الباقية من الكوادر الإعلامية من صحفيين وفنيين في مغادرة البلاد في أول فرصة تتاح لهم. ولم يكن أمام نظام أسمر عندما وجه بمد إعلامي خاص ومختلف ومنتقد أسست له مجموعة من الصحفيين المستقلين، تزامنا مع حركة التيار الإصلاحي الذي قادته شخصيات سياسية بارزة وكوادر أساسية في تنظيم الجبهة الشعبية حينها. لم يكن أمامه إلا التعامل برد فعل عنيف واعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف. وبالعودة إلى تعيين وزير جديد للوزارة القديمة في سياساتها وأدواتها، فإن ما يمكن قراءته من هذا التعيين ينصب في نقطتين أساسيتين. الأولى هي أن المتتبع لسياسات إسياس أفورقي، والتي تتمحور أساساً على إدارته لأجهزة الدولة ومؤسساتها حسب أجندته الخاصة وحسب ما يراه في الأشخاص الذين يخدمون هذه الأجندة، فإن منصب وزير يعتبر انتقاصاً وتقليصاً للامتيازات والصلاحيات التي كان يتمتع بها السيد تشارلي،
ولسنوات طويلة، كونه كان من المقربين جدا والموثوق فيهم من قبل الرئيس، مما يدلل على أن رئيس النظام قد أعلن انتهاء الدور الفعال ليماني تشارلي وبدء دوره التنفيذي. أما النقطة الثانية قد تشير إلى إعطاء الأخير فرصة أخرى لإبراز إمكانياته الذاتية في تجديد الوزارة، وكذا هي إشارة واضحة على عدم التخلي التام عن خدماته بتنصيبه على رأس الوزارة الأكثر ضعفاً الآن، ذلك أن الوزارة قد فقدت الكثير من كوادرها المؤهلة، وكذلك تداعي خطابها الإعلامي إلى أدنى المستويات المنفرة حتى لأكثر الناس تردداً في القول بديكتاتورية النظام. واليوم لا يتردد الموالون لنظام أسمرة من أمثال السيد يماني جبرآب في الحديث عن إعلام دولتهم الدكتاتورية ومقارنتها بإعلام BBC مثلا، وكذا يقول بملء الفم بأنه أي السيد يماني جبرآب لا يؤمن بالإعلام المستقل، وبأن إعلام دولته يمكن أن يكون منبرا مفتوحا للآراء المختلفة. وهنا يبرهن السيد يماني جبرآب مرة أخرى على أن القوقعة التي يعيش فيها ونظامه قد أعمتهم جميعا عن العري الفاضح لأكاذيبهم التي لم يسعفوا هو وغيره ذكائهم المنتقص من الانتباه إلى أنهم يتعاملون مع صحافة وصحفيين حقيقيين يعرفون كيف يستقون الحقائق دون ضجيج. وبجملة واحدة لخصت حل إعلام نظام أسمرة عندما ذكر تقرير BBC أن سؤال 37 مواطنا وبشكل عشوائي واعتذارهم ورفضهم الحديث خوفا هي جملة كافية وتأكيدا لكلام يماني على عدم وجود حرية للتعبير، والذي يعتبره اتهام من الصعب عليه فهمه. بقلم أمل علي. لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي نحن الطريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجادر والحريق. أحبابنا
البريق. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لم ينزوي لحن الطريق. لم تخمد الأشواق في أعماقنا، لم ينزوي لحن الطريق. الزاحفون مع المدى لم ينحنوا رقم المجازر والحريق. أحبابنا أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود، الأرض تعبق بالشذا. أحبابنا لا تنزوا خلف الغيود، الأرض تعبق بالشذا. وعلى المدى صبح وليد العفق قد سكب السنا. وعلى المدى وليد العفق قد سكب السنا. والعزم يبعث في الربا المعنى الجديد، فلما لا أسى والدرب يهدر بالنشيد. أحبابنا يا أحبابنا بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. أحبابنا أحبابنا بالحق نصنع مجدنا.
نصنع مجدنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا أحبابنا لم يختفي وضوح النهار في أرضنا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم حلقة هذا الأسبوع، وهي بعنوان ما الجديد في وزارة الإعلام، وزارة التضليل الإريترية. في مستهل هذه الحلقة أتقدم بالتعازي الحارة لأسرة الفقيدين القائد الشهيد محمد إبراهيم بحدوراي والمناضل محمد عمر شاويش، ولكل مناضلي الثورة الإريترية على وجه العموم ومناضلي جبهة التحرير الإريترية على وجه الخصوص. من المعروف أن نظام العصبة في أسمرة وضمن مخالفته للكثير من النواميس المرعية بروتوكوليا في جميع أنحاء العالم لا يصدر المراسيم القانونية التي يعين أو يعفى بموجبها الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، بل يتم ذلك بالاتصال المباشر من مكتب رئيس العصبة للشخص المعني بالإقالة أو التعيين. وقد وردت خلال الأسبوع الماضي أنباء بتعيين يماني قبر مسقل الشهير بشارلي وزيرا للإعلام، بعد أن ظل هذا المنصب الوزاري شاغرا لأكثر من عامين. استهل السيد شارلي أحده بالحوار مع إذاعة BBC الإنجليزية مكرسا فشله وفشل دولته، عندما يسمي رئيس دولة ما وزيرا جديدا لوزارة ما، يعني هذا خلو المنصب الأول في الوزارة بالوفاء أو الإقالة أو لترتيب أوضاع الوزارة. هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة في الكثير من دول العالم الثالث، كما لا ينطبق في إريتريا سياسة أفورقي وحكم العصبة في أسمرة. ففي إريتريا تدار عدد من الوزارات مباشرة من مكتب الرئيس كوزارة الدفاع ووزارة الإعلام قبل تعيين السيد شارلي، ووزارات أخرى والكثير من الأجهزة ذات الطابع الأمني والأجهزة الخاصة. ما الذي يمكن انتظاره من الوزير الجديد؟ لا يتوقع من الوزير الجديد غير المألوف من الأعمال، أو إحداث نقلة في أداء الوزارة التي تدار منذ فترة ما بعد الوزير على عبده من قبل المستشار يماني قبر آب، وتنفذ على الأرض سياسته من قبل عدد من الكوادر التي يختارها بعناية وترفع تقاريرها لمكتب الرئيس. لا يتوقع أيضا أن يعاد هيكلة الوزارة من جديد. تلك الوزارة التي تشرف على العاصمة أسمرة من على تلة شهدت أول حركة عسكرية مناوية عرفت بحركة 21 يناير. فالوزارة دون غيرها من الوزارات شهدت اعتقال وتهجير عدد كبير من الإطارات الصحفية والإدارية والفنية، كما أفرقت من عدد كبير من القدرات ليتبقى العدد القليل من الصحفيين والإداريين فاقدي المواهب والمنفذين الجيدين لرؤية العصبة. إذن لا يتوقع من الوزير الجديد أي جديد، خاصة وإن أقاويل كثيرة تتردد في أوساط شيوخ الحزب إذا صحت التسمية، والذين يقضون جل وقتهم في صالات الفنادق الكبرى في أسمرة ويتابعون أخبار الفضائيات ويزدردون تاريخهم الشخصي وحكايات الساحل. يردد هؤلاء العاطلون عن العمل إن شارلي استبعد من مكتب الرئيس لضرورات يعزونها هم إلى رغبة الرئيس في التخلص التدريجي منه، ولكن يستدركون بالقول إن استمراره في موقع وزير رئاسة الدولة أو مدير مكتب الرئيس لم يكن مريحا من وجهة نظر التركيبة المحيطة بالرئيس سياسة أفورقي إقليميا ومناطقيا. بينما يرى كاتب إريتري شهير ودبلوماسي سابق
إن يماني قبر مسقل فقد الكثير من الخيوط التي كان يمسك بها أثناء شغله لمكتب مدير مكتب الرئيس. ويضيف هذا الدبلوماسي إن هذا التغيير مهم في التعيينات الحكومية، ويتوقع أن تعقبه تغييرات أخرى. بينما يتوقع مصدر متابع في الداخل أن تكون مهمة الوزير الجديد إزالة بصمات سلفه الوزير الذي فر من البلاد علي عبده، ويصفي كل المرتكزات التي كان يعتمد عليها، وخاصة في أقسام الإذاعة والفضائية الوحيدة. ويستدرك المصدر بالقول: إلا أن مثل هذه الإجراءات سوف تفقد الوزارة ما تبقى من القدرات التي بالكاد تسير الإذاعة والتلفزيون والصحيفة البائسة. تعاقب على رأس هذه الوزارة بعد التحرير، والتي كانت تسمى وزارة الإرشاد القومي، عدد من الشخصيات القيادية الكبيرة في الجبهة الشعبية، منهم الأمين محمد سعيد، نايز كفلو، براخي قبر سلاسي، علي عبده، وأخيرا يماني قبر مسقل الشهير بشارلي. وكل هؤلاء الوزراء لا يذكرهم الناس بالخير سوى الوزير براخي قبر سلاسي، الذي حاول أن يضع بصمة خاصة به في سياسة الوزارة كما فعل في السابق في وزارة التربية والتعليم، ولكن الزمن لم يسعفه. السياسة العامة لوزارة الإعلام أو التضليل الإريترية هي الأقرب نموذجا لستالين وأنور خوجة طاغية ألبانيا. المنع والحجب هي القاعدة. والعلاقة بين وزارة التضليل وجهاز الأمن قوية وتؤدي لمكتب رئيس العصبة مباشرة. الوزارة والجهاز كلاهما لا يسمحان باعتماد مراسلي الصحف الأجنبية في أسمرة ووكالات الأنباء، ولا دخول الصحف الأجنبية ولا الكتب ولا الدوريات المتخصصة. تشرف الوزارة على صحيفة إريتريا الحديثة بنسختيها العربية والتجرينية القليلة الحيلة والحال، وذلك بتقاريرها الحكومية ذات الأسلوب الستاليني، وصفحات هل تعلم والمنوعات والحوارات المسبقة الصنع والصنعة، وأخبارها وتحقيقاتها السمجة، والتي تختتم بشاكلة أعرب السكان عن امتنانهم للحكومة. كذلك تشرف الوزارة على الفضائية الشهيرة بالسطو على المسلسلات العربية والتركية والأفلام ومباريات كرة القدم العالمية. ومن ضمن أولويات هذه الوزارة متابعة عضويتها ومنسوبيها ومراقبة اتصالاتهم الهاتفية وإيميلاتهم. وأخيرا، وهذا هو المهم، من أهم برامج الوزارة وأولوياتها الرئيسية تتلخص في التحضير للحوارات الرئاسية التي يجريها سياسة فورقي مع الصحف الأجنبية والعربية. نختتم بالقول: لا جديد سوف يأتي به شارلي، ولا يتوقع من وزارته أي جديد، فهي ككل الحكومة تأتمر بأمر الطاغية، وهو القلب، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. وأسعد الله كل أوقاتكم. زمان الناس هدى واتبال، وإنت زمانك الترحال. زمان الناس هدى واتبال، وإنت زمانك الترحال. وليل عمره ما سأل، وليلك لصباحه سؤال. قسمتك يا رقيق الحال، ومكتوب لك تعيش رحال. تسامر
في الغيوم أشكال روائع تذهل المثال. تسامر في الغيوم أشكال روائع تذهل المثال. شسيرة زفة بطبال وعروسة ما يمين هلال. مواهب فرحة من أطفال يحاولوا السمحة ست الخال. وجبال مصور تنشال على خيوط الأمل والفال. وجبال مصور تنشال على خيوط الأمل والفال. وصبح الناس يجيك مرسال يشيلك شوق وصف يشيلك شوق وصف يوديك يشيلك شوق وسط يوديك مجرى النيل. يخدر فيك يا ياسمين يشيلك شوق وسط يشيلك شوق وسط يوديك مجرى النيل. صوت المنتدى. والآن أعزائي المستمعين تستمعون إلى هذا المقال الذي اخترته لكم من الزميلة عادوليس وبقلم الأستاذ أحمد الحاج وبعنوان 40 عاما ولا زال الجرح ينزف يا أغرداد. كتب الزميل أحمد الحاج يقول: 9 مارس 2015 الذكرى 40 لمذبحة مدينة أغرداد سنبت سلام، والتي راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد من وجهاء المدينة والأعيان والتجار وأساتذة وطلبة المدارس ومن عامة الناس. بدأت فصول المجزرة في عصر ذلك اليوم من عام 1975 بعد أن قتلت إحدى اللجان الشعبية التابعة لجبهة التحرير الإريترية في الصباح جاسوساً من عملاء الاستعمار الإثيوبي. في الوقت الذي وصل فيه قائد الفرقة الثانية من الجيش الإثيوبي إلى المدينة بعد أن تكبدت قوته
هزيمة نكراء بالقرب من مدينة بارنتو؟ جن جنونه حينما رأى مدينة أغردات تغلي بخبر مقتل الجاسوس، فأصدر من فوره تعليمات صارمة بنشر القتل والحرق والدمار في المدينة. انتشر المئات من جنوده في المدينة طولا وعرضا، يطلقون في بادئ الأمر النار بكثافة في الهواء، ثم ما لبثوا أن حولوا الرصاص والقنابل إلى صدور الشيوخ والنساء والشباب والأطفال، وحتى حيوانات المدينة لم تنجو من القتل. تحولت أغردات في ظرف ساعتين إلى أكوام بشرية، جثث ملقاة على قارعة الطريق، نساء ورجال بقرت بطونهم وهم يصارعون الموت، جنود يكسرون أبواب البيوت والمقاهي والمحال، يقتلون من بداخلها. المسجد الكبير تلطخت جدرانه بالدماء، وتسيل دماء أخرى في المعهد الديني الإسلامي في المدينة. عشرات المنازل المحترقة والمدمرة، وبداخلها أشلاء فاحمة لأطفال ونساء وشيوخ. كان عملاً من أعمال إبادة الجنس البشري، كشف عن بشاعة الاستعمار الإثيوبي وممارساته الوحشية، حيث انضمت مدينة أغردات إلى المذابح العديدة التي اقترفها النظام الإثيوبي في مدن وقرى أخرى في البلاد حينها، مثل مذابح عد إبراهيم وإمبيرمي وحرقيقو وبسكديرة وعونة وأم حجر وشعب وغيرها. مئات الشهداء اغتيلوا غيلة وغدرا، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الشخصية الدينية المعروفة الشيخ محمد ود شيخ الأمين ود سيدنا مصطفى، والشيخ سعيداي مساعد مؤذن المسجد الكبير، وجابر عبد القادر المعلم بالمعهد الديني ومعه بعض طلابه، وحمد شريفو وابنه الطالب الجامعي، وسليمان غازي وشقيقه صلاح غازي الطالب الجامعي، ومحمد جانكرة والشيخ حامد هبتيس وابنه إسرائيل الذي كان عضواً باللجان الشعبية التابعة للجبهة، وعلي أبرة ومختار محمد إدريس وحسين جعفر وعلي بارياي ومحمد صالح قداي وأحمد أزوز ومحمد صالح حالي وحمد مصطفى وعلي فرج وحامد أدحنة وعشرات العشرات غيرهم. دفنوا جميعهم في مقابر جماعية دون أن يلقي عليهم ذويهم نظرة الوداع الأخيرة رحمهم الله. أما اللوحة التي وضعت شهد على مقبرة أغردات كتب عليها شهداء المدينة، شهداء مذبحة أغردات 370، ولكن بعض المصادر تشير إلى أنهم أكثر من 400. قد يكون بعضهم دفن في أماكن أخرى في المدينة، والبعض ربما استشهد لاحقا متأثرا بجراحه، كما أن هناك الكثير من مسيحيي مدينة أغردات دفنوا في مقبرة أخرى. وإلا شعر عنوان سلام سلام الأمات وحوات. سلام قل أمات وحوات، سلام يا لبس حكن أمات وحلتوتات وعمات، كان يألك انت كن حرمنا وحوات، قسي فنجيكن شندريب ومرعات، سلام اجل تنقل ونعيش وأبوت وعمسات، لبس حكن إلا سلام يا من دبر أدال، حادرت حالتي عمل تقم وندال، أبكي ولا سرقوكي واتبرعك يا مال، لبس حكن إلا سلام يا من أب وحو وحال، يجنوش ويتيم كأك أقلو دفأت وعدال، يجنوش ويتيم كأك أقلو دفأت وعدال، مثل كل مشقة بعد الصبر انتي وضو البال، سلام بالأمات وحوات والأتحال، وسفيلة حزياء أمورت الأساسا، ولا تعجل قبيلة لمن رأسا، كبود ورزان تأمر مقام نفسا، سلام بالأمات وحوات مثل الأمسا، سلام بالأمات وحوات مثل الأمسا، ولا تعجل بشف لمبلاسا، جرمت وأدب الشوم للباسا، سندل ومسك قديدة وحساسا، سلام بالأمات وحواتا.
ماتنا انت كل كن سمهر ومتاحك وكبسا بيلا الذين وبهم وسا رب الأجرم اتو ما تلعسا رب الأجرم اتو إلا لقل كل عسا ولا تعجيك بودا انت ورزان أمورتو امر انت بصدق وأمان يوم يكون ومالي تاريخك من زمان شعر بيلو اتكي وتحليكي ود أمير لفنان ولا تعجفتي تغبت حواتا وسناتا اكيتي تبلس وشوكت يا لباتا ولا تعجر أول حشمة ولا عشرتا سلام سلام بالإمات وحواتا التنسونا قلق نهدك من عاداتا إبا لباس وسرقو إماتا وحواتا ديما إيبلت راس وعادات ديبا قلت أور الصوت ولاد ولادا قلت أور الصوت ولاد ولادا سلام سلام الأمات وحواتا قويتها شميت ورثته من أماتا رصو ورشوان خاني تراسا نصلا وذوريا ولد في حشمتا تكت لفاء نفس زمام سرقوها حجل ومناجر زمام وقريطا وتشا وقواقب مسكن ندي سقادا سلام سلام الأمات وحواتا سوليت فقيرية شليل بدلوها قلنا وقامي الباسو من ريل نتفرج العلاماتا عادات ديبا لا شنو ولا تعبدا سلام سلام بالأماتا وحواتا ولد حماسين انتي وسراي وكلوا جزاي من جفر الجفرا أفوك فانوس شوارع عدنا أبرها وصحاي ورح قرسيت تنجي أدرا فرحت وصحاح باكاكيتو ولد عبد ضيح النفرا سلام سلام بالأماتا وحواتا كرمت ولد إريتريا عاصمتنا أسمرا سلام سلام بالأماتا وحواتا ولد عسب بنتي دنكاليا سمهر باطع ولد زلال قيح بحرا ولد جندع وحد لوط ولوط لمسكنا لولد بحر قسيف مجب شفرا لولد بحر قسيف مجب شفرا سلام سلام بالأماتا وحواتا ولد ساحل نقفا شام كدي قروب نتحابرا ولد سنحي دعاري ولد انبسديرا مسكينة يودعتي بسفلال كدروبا يمجرا ولد كرن مريم دعاري شباكي بسربيب رأسهم من شيب حنقرا سلام سلام بالأماتا وحواتا ولد سيدي انت وقاش ورح عصر أربع ديب عصترا ولد ما شقلي ما يسعداد هبجل المحازاتا سلام سلام بالأماتا وحواتا سلام سلام الأمات وحواتا ولد بركة انت وجاقي نور إلنا من سلمت وعلم انتيت وبرهت مسلكيت عشرت مسلكيت جرمت انتيت أساس انتيت فكرت وتاريخ بكي أيام نضال وثورت وتاريخ بكي أيام نضال وثورت سلام سلام بالأماتا وحواتا إدريس علي الشيخ أبو معاذ استغفر صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، وفاة كل من المناضل محمد إبراهيم بهدوري والمناضل محمد عمر شاويش من الرعيل الأول. نظام أسمرة يسمي يمان جبر مسقل والمعروف بيمان تشارلي وزيرا للإعلام. والإريترية الشابة سماح سعيد تحرز تقدما علميا عالمي من خلال إطروحتها للدكتوراه. الأخبار بالتفصيل. توفي المناضل الكبير والقائد العسكري البطل من مناضلي الرعيل الأول في الثورة الإريترية المناضل محمد إبراهيم بهدوري. وقد انتقل المناضل بهدوري إلى رحمته تعالى في 11 من مارس الجاري في مدينة كسلا السودانية. انضم المناضل محمد إبراهيم بهدوري إلى صفوف الثورة الإريترية عام 1962 ضمن مجموعة من رفاقه الأبطال الذين التحقوا بركب عواته في المراحل الأولى من انطلاقة الثورة الإريترية.
رفع الشهيد بندقيته منذ ذلك الوقت لتكون رفيقه في معارك عدة قادها ضمن جيش التحرير الإريتري، وشغل من خلالها مواقع قيادية عسكرية عدة. عرف المناضل بهدوري بشجاعته وقوة عزيمته وإيمانه وبساطته وكرمه الثوري. أسرة المنتدى ترسل تعازيها إلى أسرة الفقيد الشهيد وإلى الشعب الإريتري. كما توفي المناضل الكبير محمد عمر شاويش في 9 من مارس الجاري بعد صراع طويل مع المرض. ولد الشهيد في عام 1934 في مدينة نقفة. تلقى تعليمه الأولي فيها والتحق بسلك الشرطة الإريترية. اشترك الفقيد بفعالية في انقلاب الشرطة الذي قاده ثم تراجع عنه تل عقبيت، ثم على إثرها تم اعتقاله وسجن في سجن عدخال الشهير. عمل بعد ذلك في شرطة مدينة تسني، حيث ساهم بمد القائد عواته بالمعلومات التي ساهمت في إنقاذه من الأسر، ليلتحق به بعد ذلك. عمل لسنوات طويلة في جهاز الأمن التابع لجبهة التحرير الإريترية في مدينة كسلا حتى تقاعده. رحم الله الفقيد. أسرة المنتدى ترسل بتعازيها إلى أهله وذويه، ألهمهم الصبر والسلوان. في خطوة مثيرة للجدل، أعلن نظام أسمر عن تعيين يمان جبر مسقل وزيرا للإعلام، وذلك بعد مرور عامين على بقاء هذا المنصب شاغرا إثر تخلي الوزير السابق علي عبده عن هذا النظام ولجوءه إلى أستراليا. عمل الوزير الجديد يمان جبر مسقل والملقب بيمان تشارلي مديرا لمكتب الرئيس منذ استيلاء الرئيس إسياس أفورقي على السلطة في البلاد قبل أكثر من عقدين من الزمن. عرف عن يمان جبر مسقل ولاءه الشديد لإسياس أفورقي والتزامه المطلق بالدفاع عن سياسات النظام التعسفية وإنكاره للانتهاكات المعلنة والمكشوفة للنظام ضد معارضيه، وخاصة مجموعة 15 الإصلاحية والتي نادت بالإصلاح والتغيير السلمي في إريتريا. وبالرغم من أن هذا قد يبدو امتيازا ومكافأة للسيد يمان جبر مسقل على تفانيه في خدمة النظام، إلا أن المراقبين يرون فيه تقليصا وانتقاصا من صلاحيات يمان ودوره، حيث كان من موقعه كمدير لمكتب رئيس النظام مقربا من إسياس أفورقي يصدر الأوامر والتوجيهات، آمرا ناهيا للعديد من المسؤولين والوزارات ومن ضمنها وزارة الإعلام. فازت الإريترية الشابة سماح سعيد بالجائزة الكبرى لجماعة اختيار الدوائر الإلكترونية، وهي جائزة ماكولوسكي لإطروحات الدكتوراه، وذلك تقديرا لعملها المتميز على إطروحتها للدكتوراه، وهي أول فتاة تفوز بهذه الجائزة التي تمنح من قبل المجلس الفني لتكنولوجيا الاختيارات. وقد خصصت هذه الجائزة لأول مرة في عام 2005 بهدف تعزيز وتشجيع أطروحات الدكتوراه ذات التأثير الأهم. هذا هو تأثير عملية التنافس على هذه الجائزة عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى يتنافس المشاركون في 3 مسابقات إقليمية، وقد فازت سماح سعيد في المنافسة الإقليمية على مستوى أمريكا الشمالية. ثم بعد ذلك ينتقل المتنافسون إلى مرحلة المنافسة النهائية على المستوى الدولي. وفي هذه المرحلة تنافست سماح سعيد رأسا برأس مع طلاب من جامعة بيزا من إيطاليا ومن المعهد الوطني للفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات في المكسيك، وتفوقت عليهم جميعا. ولدت الشابة سماح سعيد في عام 1986 بدولة الكويت. درست فيها مراحلها التعليمية الأولى حتى حصلت على بكالوريوس في العلوم من جامعة الكويت في عام 2008 بامتياز مع مرتبة الشرف، ثم على درجة الماجستير بمرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. أسرة المنتدى تهنئ الدكتورة سماح سعيد بحصولها على شهادة الدكتوراه وفوزها بجائزة عالمية لأفضل الأطروحات ذات التأثير الأهم، وهي فخر للوطن. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، ختاما أتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع أسرة المنتدى. لكم تحياتي وتحيات زملائي في البرنامج، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. ابقوا بخير وإلى اللقاء.